حسم نادي ريال مدريد موقفه من رحيل المغربي إبراهيم دياز لاعب وسط الفريق خلال الموسم الحالي. وسبق أن ذكرت تقارير مؤخرا أن ميلان مصمم على ضم إبراهيم دياز للمرة الثالثة خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة إكس: ريال مدريد لا يفكر في رحيل إبراهيم دياز، الأمر غير وارد تماما. وأضاف خبير الميركاتو: من المتوقع أن يعقد ريال مدريد محادثات بشأن تمديد عقد إبراهيم دياز في نهاية الموسم. وكان دياز قد تألق مع ميلان من قبل، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوري الإيطالي 2021 و2023 قبل العودة لريال مدريد بعد انتهاء إعارته. وعلى الرغم من أن دياز سجل 12 هدفاً وصنع 9 في 44 مباراة بالموسم الماضي مع الريال، لكنه لم يسجل سوى هدفاً واحداً فقط في الموسم الحالي، ولم يحصل إلا على فرصتين للمشاركة أساسياً.